الجزئيه بتاعت الطالب اللي اتعلم او خد كورس وعمل مشاريع فعليه وطبق، ازاي بقى يشرح الكلام ده لوظيفه هو مقدم عليها از داتا اناليست؟ بص يا كريم، ما هي دي ازمتنا دلوقتي في الماركت، وده اصلا عشان كده احنا عملنا داتا سكول. ان دلوقتي الناس مش لاقيه مشاريع محترمه تبيلد المايند سيت بتاعتها وتحطها في البورتفوليو بتاعها او في السي في بتاعها. كله كوبي بيست. كله كوبي بيست، ومش بس كوبي بيست، هو بيمشي ورا الخطوات ويعمل داشبورد ويبقى هو ده المشروع. لا، احنا عايزين مشاريع بتتكلم على بروبلم، بتتكلم على حاجه انت بتحلها، بتتكلم على فاليو من ورا المشروع اللي انت عملته ده، بتصيغه بطريقه ادي المشكله، ادي الخطوات اللي انا اخدتها عشان احل المشكله، ادي كي بي ايز المهمه اللي انا بقيسها البيزنس. يعني مثلا الماركتنج ده ليه كي بي ايز معينه. عملت بروجكت في الاتش ار، وريني ان انت فاهم ان في كي بي ايز مهمه في الاتش ار، وده اللي انا عملت لها اناليسيز، وهو ده اللي المدير بيدور عليه، ووريني انت اكتشفت ايه في الداتا، ووريني ريكومنديشنز. فالكلام ده للاسف مش موجود كتير، يعني للاسف، واخد بالك؟ انا يعني مشفق على الناس اللي بتتعلم دلوقتي، مش لاقيه ده كتير.